السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسلك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تراست موبايل. التطبيق ده مساحته 53 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق امريكي خاص بشركة اموال، او شركة مصرفية عاملة زي البنك كده. بتقدر من خلال الشركة دي ان انت تفتح فيها حساب زي البنك بالظبط. تقدر انت تحط فلوس في الحساب، تقدر تطلع على الحساب بتاعك، تقدر تقدم على وديعة، تقدر تاخد كارد، تقدر ان انت لو عايز تمول اي مشروع بيمولهولك. تقدر تحط تقدر تشوف مكنات الصرف الآلي، يعني ليها مكنات صرف آلي برضو زيها زي البنوك ان انت تسحب منها. تقدر تحصل على فيزا كارت ان انت تتعامل بيها، سواء بتشتري اونلاين من على الانترنت او بتشتري من اي سوبر ماركت. كل الحاجات دي بتقدر ان انت تعملها من خلال التطبيق ده بمجرد ما تفتح حساب وتحط فلوس. تقدر ان انت تاخد بقى الوديعة وتقدم على الكارد واللي انت عايزه كله. التطبيق ده او المكان ده يعتبر تابع للفيدرالي الامريكي، اللي هي الشركة المصرفية دي. او التطبيق ده تابع للبنك الفيدرالي الامريكي، يعني تحت رقابته، مش حاجة خاصة يعني. فعشان تبقى يعني محسس ان انت الفلوس بتاعتك في امان، مش حد ممكن مثلا يضحك عليك او ينصب عليك او اي حاجه من الحاجات دي. بس كده، ده الغرض من التطبيق وده فايده التطبيق. مشكله التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات، بالاضافه لان التطبيق بيكون كله باللغه الانجليزيه لان هو طبعا تطبيق امريكي ما فيهوش لغه عربيه. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت لو شفت ميزه عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه. اكتب في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.